نفسي اشتغل في جهة معينة بس كل الابواب بتتقفل وكل المساعي فشلت. انا حاليا بشتغل في جهة بس مش بتمناها، كيف اصل لمرحلة الرضا باختيار الله؟ ما دام سعيت والابواب اتقفلت يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك او اما تكمل سعي لو لسه في ابواب، ما فيش ابواب خلاص يبقى يتضح ان الخير مش هنا، حتى لو انا فاكر ان الخير هنا. وحضراتكم حفظتم الآية اللي في منتصف سورة البقرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مش بس كده، قال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبالتالي قد لا يكون الخير، والإنسان بيبقى شبطان زي الطفل في حاجة وهي ممكن تبقى مؤذية بالنسبة له. وبالتالي حضرتك كملي في الجهة اللي انت فيها واتقني فيها قوي او اتقن فيها قوي، وحاول انك انت تعمل اللي عليك وتدعي، ولما تتفتح ابواب اخرى في جهات اخرى ابقى خبط على الابواب. لكن كفاحك فيما هو مقدر لك سيفتح لك ابواب الرزق اللي في قدر الله وفي غيب الله. كفاحك فيما هو متاح سيفتح لك ما هو ممكن ان شاء الله وما هو مأمول وما تتمناه. بس كافح وربنا يفتح عليك يا رب.